عارفة كيف أوصف لكم بيتزا الدجاج يلي بعملها. بجد إنها خرافية وطعمتها بتشهي القلب. صدقا لو بعملها كل يوم أبدا ما بمل منها. كتير حابة تجربوها ومتحمسة لتجربوها وتعطوني آراءكم. بعملها بعجينة هشة مثل القطن، وهاي العجينة معتمديتها من سنين وأبدا ما بغيرها، وكل حدا جربها عندي صدقا وبدون مبالغة طلب مني طريقتها. شوفوا ما شاء الله ما أحلى شكلها وقديش شكلها بيفتح النفس. قبل ما نبلش وصفتنا لليوم حابة أقولكم إني كتير محتاج دعمكم هاي الفترة. يا ريت ما تبخلوا علي بلايك للفيديو، اللايك كتير مهم. تابعوا على الصفحة ليوصلكم كل جديد أنا بقدمه، وأكيد كتير بحب أشوف تعليقاتكم الحلوة يلي بترفع من معنوياتي. وهلأ يلا نبدأ. في البداية رح أحتاج لكوب كبير من الحليب الدافي، ولازم يكون عنا الحليب دافي. بنزل عليه معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة، بحركهم مع بعض كتير منيح لحتى يدوبوا، وبغطي عليهم وبتركهم ربع ساعة لحتى تتفاعل معاي الخميرة. وهلأ وبعد ربع ساعة شوفوا كيف الخميرة ما شاء الله تفاعلت عندي. رح أضيف عليها ربع كوب من الزيت النباتي وربع كوب من اللبن الرايب أو الياغورت، بحركهم مع بعض شوي. وهلأ رح أحتاج للمواد الجافة، وبالنسبة للمواد الجافة رح تكون عندي 4 أكواب من الطحين متعدد الاستخدامات، وكتير مهم ننخل الطحين. نستخدم نفس الكوب لكل المقادير. هلأ رح أضيف على الطحين معلقتين صغار مليانات من البيكنج باودر ونص معلقة صغيرة من الملح، بحركهم سوا. وهلأ رح أبدأ بإضافة الطحين على الحليب والخميرة بشكل تدريجي، وبحركهم بالمضرب اليدوي. وبرجع بضيف كمان كمية من الطحين بحركهم بالمضرب، وبس ليتقل عندي القوام ببدأ بتنزيل الطحين وبعجنهم بإيدي. لحتى تنجح معاكم العجينة وتطلع شي بشهي القلب لازم تضيفوا الطحين تدريجي وتعجنوها كتير منيح لمدة ما بتقل عن 10 دقايق لحتى توصلوا العجينة ما بتلزق بالإيد، وبتكون بنفس الوقت معاكم طرية ومو قاسية كتير. هون أنا ضفت طحين تدريجي. طبعا نوعيات الطحين بتفرق من نوعية لنوعية، ممكن تحتاجوا أقل بشوي من 4 أكواب وممكن أكتر بشوي. بالنهاية توصلوا لقوام عجينة ما يلزق بإيدكم ويكون مثل ما قلت لكم متماسك شوي بإيدكم. وهلا رح اجيب صحن ورح ادهنه بشويه من الزيت النباتي. رح انزل عليه العجينه ورح ادهن كمان وجهها بشويه من الزيت. رح اغطي عليها واتركها لحتى ترتاح. بالصيف بتحتاج من نص ساعه ل 45 دقيقه، وممكن بالشتاء تاخذ معاكم وقت اكثر. حابه اذكركم واقول لكم لو ما عملتوا لايك للفيديو يا ريت ما تنسوا اللايك، كثير مهم لدعم الصفحه واستمرارها. وهلا تعالوا نعمل اطيب صلصه للبيتزا. بطنجره على النار حضيف 3 معالق زيت وبصله مفرومه ناعمه، بقلبهم. بضيف عليهم معلقه كبيره من دبس الفلافله. بالنسبة لدبس الفلافلة هذا عملته معاكم، بتلاقوا الوصفة نزلتها قبل كم يوم، فعلا أطيب وأشهى دبس فلافلة ممكن تجربوه. بقلبه شوية مع البصلة، وهلأ بضيف عليهم معلقتين كبار من معجون البندورة، كمان بقلبهم شوي. ورح أنزل عليهم 3 حبات كبار من البندورة المبشورة. وبعد ما أضيف البندورة وأقلبها شوي بضيف عليهم البهارات. وبالنسبة للبهارات رح أحتاج لمعلقة صغيرة مليانة من الملح، نص معلقة من الأوريجانو، ونص معلقة من الفلفل الأسود. بقلبهم شوي وبضيف عليهم فنجان مية. بغطي عليها وبوطي النار وبتركها 5 دقايق لحتى تتسبك معي. وهلأ بمقلاة تانية وعلى النار بضيف 3 معالق من الزيت النباتي، وبضيف عليهم سنان من التومة المهروسة. بقلب التومة مع الزيت. وهلأ رح أنزل عليهم الدجاج. رح أحتاج لصدرين كبار من الدجاج، قطعتهم لمكعبات حجمهم مو كتير صغير. هلأ بقلبهم مع بعض على درجة حرارة عالية، وبس يتغير عندي لونهم بضيف البهارات. معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الثوم الباودر، نص معلقة من الفلفل الأسود، مع معلقة صغيرة من البابريكا، البصل الباودر، وبهارات الكيجن. بالنسبة لبهارات الكيجن لو حابين أترك لكم مكوناتها اكتبوا لي بالتعليقات. طبعا أكيد تقدروا تشتروها من عند العطار. بقلبهم مع بعض كتير منيح، بوطي على النار وبتركهم 10 دقايق لحتى يستووا عندي تماما. وهيك بيكون مرق نص ساعة تقريبا على العجينة. شوفوا لي ما شاء الله ما أحلى هالعجينة. بجد لو عندكم أي عزومة أو حابين تعملوا معجنات أو بيتزا ما تترددوا أبدا بإنكم تعملوا هاي العجينة، لأنها بجد بتشهي القلب هشة مثل القطن. خبروني بالتعليقات من أي بلد بتتابعوني، كتير حابة أتعرف عليكم. أخذت العجينة ولميتها بهذا الشكل، وهلأ رح أرش السطح بشوية من الطحين ورح أنزل عليه العجينة، ورح أقطع العجينة من النص. طبعا بالنسبة لكمية العجينة يلي عملتها رح تعمل معاكم صدرين كبار من البيتزا، أو تقريبا 3 صدورة حجمهم وسط. رح اخذ اول قطعه واكورها، ورح اخذ كمان القطعه الثانيه واكورها، ورح اغطيهم. رح اخليهم كمان 5 دقائق لحتى يرتاحوا شوي. برش على وجههم شويه من الطحين وبغطيهم باي بشكيره او فوطه مطبخ ناشفه ونظيفه عندي. هلا شوفوا العجينه كيف صارت بعد ما ريحتها كمان شوي. قولوا لي بالتعليقات شفتوا احلى من هيك عجينه. رح اجيب هلا الصينيه يلي بدي اخبز فيها، ورح ادهنها بشويه من الزيت النباتي، ورح انزل عليها العجين وافردها بايدي بهذا الشكل. وطبعا انتم بتتحكموا بخمل العجينه قديش بدكم اياه يكون.
هون رح احززها من الاطراف شوي لحتى تطلع معي من الاطراف نافخة. وهلا رح اعمل فيها شوية ثقوب بالشوكة بالطريقة يلي شايفينها. رح انزل هلا من صلصة البيتزا شي معلقتين، طبعا الصلصة لازم تكون عندي باردة. رح ارش عليهم شوية من جبنة الموزاريلا ورح ارتب الفطر بهذا الشكل. اكيد كمان لو بتحبوا فيكم تضيفوا الهالابينو. وبعد ما اضيف الفطر رح اضيف الدجاج يلي حضرناه. ما بتتخيلوا نكهة الدجاج قد ايه طيبة. بعد ما اضيف الدجاج رح ارجع احط كمان رشة منيحة من الموزاريلا على البيتزا. رح ادخلها على فرن محمى قبل بوقت على الرف الوسط على درجة حرارة 180. رح تاخذ تقريبا معاكم وقت 10 دقائق. وبعد 10 دقائق أطيب وأشهى بيتزا صارت جاهزة معانا. رشيت عليها رشة أوريغانو وحمرتها من فوق شوي صغيرة. كتير طيبة، كتير متحمسة تجربوها. إن شاء الله تكون عجبتكم وصفتي لليوم، وصحتين وعافية.